السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا، يعني مش قادرة اقول لكم انتوا وحشتوني قد ايه. بجد بجد بقالي كتير جدا غايبة عليكم. بس معلش اعذروني. انا اتعودت ان انا اعمل لكم فيديوهات. يعني كل ما يبقى عندي محتوى ان انا قادرة اقدمه بعمل فيديو، لكن طول الفترة اللي فاتت ما كنتش حاسة ان انا عندي محتوى يعني افيدكم بيه، فما قدمتش اي حاجة. عشان كده ما نزلتش اي فيديوهات. بجد بجد وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى يا جماعه، انا رحت اسماعيليه. طبعا اسماعيليه بلد العشق والجمال، انا بحبها جدا جدا، من اقرب البلاد على قلبي. انا بحب اسماعيليه جدا، فقلت ان انا اشارككم اللحظات الجميله ديت، وان انا عندي محتوى مفيد اقدر اقدمه لكم، فحبيت ان انا اصور لكم الفيديو دوت. قولوا لي بقى، يعني انتم مفتقديني زي ما انا مفتقداكم؟ حاسه بجد ان انا في عندي حاجه ناقصاني كبيره. انا كنت بعملها وما بقتش ان انا قادره اعملها. وحشتوني جدا جدا. اول حاجه كده صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا بقى جمال بلادنا، جمال بلدنا الجميله مصر دي اسماعيليه. ده شاطئ اسمه شاطئ الملاحه، في الفرنساوي، وفي شواطئ تانية كلها. طبعا بنقطع تذاكر وبندخل شواطئ خاصه زي ما انتم شايفين كده. ده اللي هو بحر القنال، يعني بحر اسماعيليه. بيبقى فيه شواطئ للناس بتقدر تقعد عليه، زي منتجعات وكده. اللي هناك اليمه التانية دي بعد الصحراء دي القنال، الصيادين كلهم هم بيصطادوا، وبيطلعوا بقى من البحر بالسمك وبالحاجات. نسيت اقول لكم انه لو اول مره تشوفوني، حطوا اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لان ان شاء الله والله ناويه ان انا ما عادش اتاخر عليكم تاني، واقدم المحتوى اللي انا كنت بقدمه، بس تبقى حاجات مفيده يعني، وان انا اقدر افيدكم. وحشتوني جدا جدا بجد. بصوا بقى الجمال والقعده الحلوه والقعده الرايقه. انا كنت مبسوطه اليوم ده جدا 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 باليوم الجميل ده، اتبسطت فيه جدا. حبيت ان انا اوري لكم قد ايه بلدنا حلوه وبلدنا جميله. يعني ذره رمل بالنسبه لنا تبقى الدنيا وما فيها. من بلدنا جميله، ومليانه اماكن جميله. ده الكبير ده مبنى الارشاد بتاع السفن بتاع اسماعيليه، ودي مينا يعني. انا مش عارفه قوي يعني، بس حبيت ان انا اقول لكم الحاجات اللي انا عارفاها. دوت منظر الشاطئ اللي احنا قعدنا عليه اهوت. قطعنا تذكره ب20 جنيه ودخلنا. يعني حاجه بسيطه وعلى قد الايد ومش غاليه، وممكن اي حد ممكن يروح. والبحر بتاعها كويس. احلى حاجه بقى عجباني في البحر ده ان هو مفيش فيه موج، يعني مفيش فيه خوف يعني. وطبعا موجودين اللي هم امن الشاطئ، لما بيلاقوا اي حد بعد شويه بيقعدوا يصفروا ويرجعوه، يعني امان ومفيش اي حاجه منها خوف. طبعا دوت واحد بيبيع اللي هو الجندفلي او الخلول، هنا اسمها خلول. لسه صيدها وطالع بيها، والناس بتشتري كابوريا وكده وجندفلي اللي هو الخلول ده. القعدة كانت رايقة والجو كان جميل بجد بجد. مكان جميل، وانا بحب اسماعيلية جدا وبحب شوارع اسماعيلية جدا. مين بقى زيي بيحب اسماعيلية؟ اي حد زي يا جماعة يكتب لي في الكومنتات. مستنية كومنتاتكم، مستنية كلامكم الجميل اللي كان دايما بيحفزني. مستنياكم تشجعوني، وتحسسوني ان انا لسه موجوده بجد في قلوبكم، زي ما كنتم بتقولوا لي على طول. وكلامكم الجميل ده كان مش قادره اقول لكم كان بيعمل فيا ايه. واي حد جديد معايا في القناه يسيب لي كومنت علشان ارحب بيه. وطبعا اللي كانوا بيسيبوا لي كومنتات على راسي من فوق، مستنيه كومنتاتكم ترجعوا تكلموني من تاني. بصوا انا مش قادره اقول لكم والله المنظر كان جميل عامل ازاي، وبلدنا حلوه ازاي. اسماعيليه من مدن القنال. انا طول عمري بحب المدينه دي. بحس فيها بارتياح نفسي، بحس في شوارعها بارتياح نفسي، بحب ناسها الصراحه. ممكن ناس تانية ما تكونش بتحبها، بس اسماعيليه تستاهل ان هي تتحب. من البلد اللي هي تستاهل ان هي تتحب بجد. ناسها تحس ان هم طيبين شويه،                                                                                                                                           فانا قاعده بقى هنا كام يوم كده. فانا
قلت اصور لكم كده كل ما اخرج اصور لكم جولة كده مختلفة. لو حابين تشوفوا فيديوهات الاسماعيلية اكتر اكتبوا لي في الكومنتات وسيبوا لي كلام حلو كده زيكم. شوفوا جايبين اللي هو فيه فلوكات، اللي هي مثلا لو عايزه تروحي تاخدي اللهم صل على النبي لانشا او كده وتطلعي. وفي اللي هي الموزه زي بتاعه شرم الشيخ دي بتركبوها برضو. في مراكب في وسط النيل اللي هي بدال دي بتبدلي قناه اقصد. مش قادره اقول لكم المنظر والقعده كانت عامله ازاي. السقاله دي بقى القعده اللي فيها مش فيها رمله، يعني لو حابه تشربي حاجه ولا كده وتبقي في وسط الميه بتدخلي، التذكره تقريبا ب20 بتدخلي بقى وبتأجري ترابيزه وكده وبتقعدي. ده شاطئ اسمه شاطئ الملاحه. بصوا دي كلها سفن، مش سفن، مراكب صيد صغيره بتصطاد بقى جمبري، كابوريا، جندفلي. لكن الناحيه التانية بعد الصحراء دي القنال على طول. الناحيه التانية اللي هناك دي نمره 6 اللي هي معديه نمره 6 اللي بتبقى في القنال. برضو هنبقى نروح ان شاء الله الجناين بتاعه نمره 6 اللي عند مبنى الارشاد هناك ده، وهوريكم اسماعيليه اكتر. وانا وكملوا الفيديو معايا للاخر علشان تشوفوا انا مصوره بالليل شوارع الاسماعيليه الجميله. بجد من احسن البلاد اللي روحتها اسماعيليه، من احب البلاد على قلبي. هسيبكم تكملوا الفيديو بقى وقولوا لي رايكم، مستنيه الكومنتات بتاعتكم الجميله. وحشتوني وحشتوني بجد بجد، وحشتوني من هنا للسنه الجايه. ومستنيه ان شاء الله ان انا اعمل جولات تانية علشان اوريكم. وحفزوني بقى يا جماعه كده وقولوا لي كلام حلو، وحطوا اللايك، حطوا اللايك علشان خاطر الفيديو يتفعل، لاني بقى لي مده كتير ما نزلتش فيديوهات. مستنيه كلامكم ولايكاتكم واشتراكاتكم في القناه عشان انا مفتقده كل الكلام الجميل دوت. مش قادره اقول لكم بقى ساعه الغروب المنظر بيبقى عامل ازاي، ولا القعده بتبقى عامله ازاي مع كوبايه قهوه بقى وتشغلي كده اغنيه حلوه. يعني حاجات بسيطه ممكن تودي في حته تانية بجد. القعده الرايقه بجد. وبحر اسماعيليه الجميل والله. لو رحت ان شاء الله مره تانية ممكن ابقى اصور لكم برضو. مستنيه كلامكم الجميل بقى. كده احنا خلصنا خلاص وركبنا اهوت ومروحين دوت بوابه الشاطئ. قلت اصور لكم البلد بقى بالمره وانا ماشيه اخد لكم جوله حلوه كده. دوت الشارع بتاع اللي هو البلاجات. كله بقى يعني محلات سمك. يعني بيبقوا لسه مصطادين السمك وطالع طازه وكده. بتشوي بقى السمك في شوايات يمين وشمال ومطاعم بالليل. لو حابه يعني تتعشوا اسماك وكده طازه من بتاعه القناه موجوده برضو. يعني مش قادره اقول لكم الشارع كله بقى كافيهات اللي هي على الكورنيش الناحيه التانية كلها بقى عارفين انتوا شارع النيل اللي في راس البر كده كله زيه كده. بس الناحيه التانية اللي هي شمال انا ما عرفتش اصور. اكيد ان شاء الله باذن الله لو لنا عمر هخرج وهناخد جوله تانية علشان اوريكم شكل البلاجات عامله ازاي، بالكافيهات اللي عليها، بالمراكب، الخروجات بالليل وكده لو عايزين تركبوا مركب او حاجه. يعني موجوده الحاجات دي كلها. او المكان عامل ازاي. ان شاء الله باذن الله لو نزلنا جوله تانية هوريكم. اسيبكم بقى تكملوا باقي الجوله. هنروح في طريقنا كده هنبقى ماشيين اللي هو هنعدي على نمرة 6 دخلت نمرة 6 وهنعدي وهنشوف البيوت بتاعت الفرنسيين بتاعت زمان لما كانوا ايام محتلين مدن القنال. لسه موجودة البيوت دي لحد دلوقتي. هنعدي عليها وهوريكم كذا بيت كده. مش قادرة اقول لكم التراث اصلا شكله تحفة والبيوت شكلها تحفة.
يعني الحته دي اسمها اللي هي فيها، اللي هي بتعدي الناحيه التانية بتاعه السلطان حسين، دي من الاماكن الفخمه في اسماعيليه. اللهم صل على النبي. ومنطقة البلد ومنطقة شارع بورسعيد. يعني كده بقى ايه، تطلعي بقى على جناين محمد علي وجناين نمرة 6 على طول بقى كده. الناحية التانية بقى هنعدي هتشوفوا مديرية الأمن، بعد مديرية الأمن كده اللي هو شارع السلطان حسين. وجولة كده بقى ايه في البلد بسيطة، على ما ان شاء الله اخدكم جولة في البلد واضحة شوية. يلا اشوفكم في جولة جديدة يا احلى مشاهدين في الدنيا، مع الف سلامة.